السلام عليكم. البروبلم بتاعت النهارده اسمها find first and last position of element in sorted array. مديني array of integers nums. الاري اسمها nums جواها integers sorted in non-decreasing order، يعني من الصغير للكبير. find the starting and ending position of a given target value. هيدينا array nums وtarget وعايز نجيب له ال starting position وال ending position، الاندكس بتاع الستارت والاندكس بتاع الاند من التارجت ده. ولو ما لقيناش اي حاجه للتارجت خالص، التارجت مش موجود اصلا، نرجع له -1 و-1. و you must write an algorithm with O of log n runtime complexity. قلنا في البروبلم اللي فاتت ان السيرشنج دايما يا O of n linear search يا O of log n binary search، فدي هتبقى binary search برضه. بس ازاي؟ انا عملتها بطريقه وشفت حل باقي الناس بطريقه تانية. هنشوف الاول الطريقه بتاعتي هي سهله ما فيهاش تعقيد قوي، بس ابطا شويه من طريقه باقي الناس. ممكن نشوف الاول شويه اكزامبلز توضح المطلوب ايه بالظبط. مديني الاري دي والتارجت بتاعي 8، فال8 انا مثلا سرشت عنها لقيتها اهي، فالستارت بتاعتها هنا عند الاندكس ده 3 والاند عند 4، فنرجع له 3 و4. طب هنا التارجت 6 مش موجود 6 خالص، فنرجع له array -1 و-1. وهنا برضو نفس الكلام -1 و-1. والكونسترينتس مفيش حاجه. لو جينا نبص على الحل هيمشي ازاي؟ انا عملت فانكشن فيها بعمل باينري سيرش عادي جدا، معرف فيه الليفت ب0 والار بنمس دوت لينث -1، يعني اول اندكس خالص واخر اندكس خالص. ووايل الليفت اقل من او يساوي الرايت، هنحسب في كل لفه الميد هيساوي ال زائد الار على الاثنين. وبناخد لها دايما ماث دوت فلور هنا، لان احنا شغالين جافا سكريبت، فلو ما خدناش الماث دوت فلور هيدينا الرقم فلوتنج، بس لا انا عايزه انتجر لان انا هستخدمه كاندكس، فما فيش اندكس بيبقى فيه رقم 10، عشان كده عاملينها ماث دوت فلو. اف النمز اوف الميد بيساوي التارجت، لو عندي الاندكس ميد لقيت التارجت رجع لي الاندكس ده اللي هو الميد. اف التارجت اكبر من النمز اوف الميد، لو التارجت على يمين الميد فساعتها خلي الرينج بتاعنا الار سيبها زي ما هي، والال خليها بقيمه الميد -1. else لو التارجت اصغر من النمز اوف ميد، تارجت اصغر من النمز اوف الميد معناها انه على شماله، فبالتالي خلي الرينج بتاعنا ال سيبها زي ما هي، والار هاتها على شمال الميد، فتبقى الار بميد -1. وبعد كل ده لو ما رجعناش حاجه هنرجع -1. -1 دي معناها ان بعد ما كسرنا اللوب ما رجعناش حاجه، فكده ما لقيناش التارجت، هنرجع له -1. ده الباينري سيرش عادي خالص. ده الباينري سيرش. جوه الفانكشن الاساسيه بتاعتنا هنقول له let الميد هيساوي الباينري سيرش اللي عملناها فوق، هترجع لي الاندكس اللي انا لقيت عنده الاليمنت ده او التارجت بتاعي ده. لو انا لقيت التارجت ده او الميد، لو انا لقيت الميد اللي هو الاندكس ب-1، فده معناه ان انا ما لقيتش الاليمنت، فهرجع له -1 و-1. طيب خلصنا من الكيس دي. نشوف بقى بعد كده هنعرف ال بتساوي ميد وار بتساوي ميد. احنا هنعمل ايه؟ احنا هنقف عند الميد دي وهنمشي مره شمال بالال ومره ار، هنقف عند الميد ونمشي شمال بالال ويمين بالار لغايه لما نلاقي element ما بتساويش التارجت. يعني طول ما النمز اوف ال ايكوال التارجت اور نمز اوف ار ايكوال التارجت، هنفضل ماشيين في اللوب. وفي كل مره هنتشيك هل النمز اوف ال ايكوال التارجت، اعمل ال ماينس. طب هل النمز اوف الار ايكوال التارجت، اعمل ار بلس بلس. يعني لو النمز اوف ال عندها التارجت امشي شمال بالال، لو النمز اوف الار ايكوال التارجت امشي يمين، يعني ار بلس بلس، وهكذا. ده هيعمل لي ايه؟ ده هيخلي حاله زي دي مثلا ال هتبقى مش هنا، لا هتبقى هنا. طب والار هتبقى مش هنا، هتبقى هنا. الالجوريثم دي دايما هتخلي ال لو احنا لقينا element اصلا ال عند الستارتنج اندكس بتاع التارجت ده اول ظهور ليه بس -1، والار عند اخر ظهور ليه بس -1. فعشان نعدل فيها نعمل لها ايه؟ هنعمل ريتيرن لل بس نجمع عليها 1، ونعمل ريتيرن للار بس -1. لان لو انا لقيت مثلا 1 2 3 4 5 5 5 6 7 اكزامبل مثلا اهو، انا لقيت التارجت بتاعي كان ال5 ومشيت شمال بالال لغايه ما وقفت عند ال4، فبقى ال عند ال4 والار عند ال6. دايما ال هتكون على شمال الستارتنج اندكس والار هتكون على يمين الستارتنج اندكس، فانا عايز ارجع له ال بس هجمع عليها 1 بحيث يديني الستارتنج اندكس بالظبط، وهرجع له الار بس اطرح منها 1 بحيث يديني الاندنج اندكس بالظبط. فهي دي الفكره كلها. لو جينا نعمل سبميت، هو الحل بتاعي بيتس 100%، بس لو جينا نشوف حلول تانية هي معقده شويه. هو بيقول هنا find first وfind last، هما الاثنين باينري سيرش عاديين بس فيهم بايس شويه. البايس هنا او الانحياز هنا في الفيرست مثلا انه يلاقي اول ظهور خالص للتارجت اللي احنا بندور عليه، طيب في اللاست يلاقي
اخر ظهور للتارجت. فهي دي الفكره هنا. عامل هنا اتنين موديفايد باينري سيرش، واحده تلاقي اول ظهور للاليمنت، وواحده تلاقي اخر ظهور للاليمنت. بس يعني من الران تايم هنا هو كله زي بعضه، سواء الحل بتاعي او الحل بتاع باقي الناس بيتش 100%. الحمد لله. وشايف حتى الحل بتاعي اسهل شويه. بس كده، شكرا.